كان عنده ورشة نجارة وبيعمل أبواب من الخشب الزان. بنسمع كتير قوي عن شباب بتتكلم عن فتاة الأحلام وبنات بيتكلموا عن فتى الأحلام، بس تفتكروا دي طريقة تفكير مناسبة لينا؟ وهنروح بعيد ليه؟ احكي لكم حكاية عم رمزي النجار. كان عنده ورشة نجارة وبيعمل أبواب من الخشب الزان. عم رمزي كان بيطلع تحف فنية وتعيش العمر كله، وفي يوم من الأيام جاله عماد واحد من القرية كان بيشتغل صانع أقفال. عماد بص له وقال له: يا رمزي أنا عايزك تعمل لي باب من الخشب، بس أنا عايز مواصفات خاصة في الباب بتاعي. قال له: إيه يا سيدي، أؤمر وأنا تحت أمرك. قال له: عايز باب من الخشب الزان وما يكونش تقيل، ويكون طبعا شكله شيك، ويكون سعره كمان رخيص. فرمزي بص له وضحك، قال له: بس أنت كده بتطلب المستحيل، خشب الزان فالباب هيتكلف فلوس، وشكله شيك فبرضه هيتكلف فلوس اكتر. لو انت عايز الباب يكون خفيف هنعمله من خامه غير خامه الزان. قال له: لا، امال انت نجار شاطر ازاي؟ اعمل لي اللي انا عايزه. قال له: يا عماد، بالظبط اللي انت عايزه ده مش موجود. عماد سابه ومشي وما كانش مقتنع. لف على نجارين كتير، كل ما يروح لحد يسمع نفس الكلام. لو لقى باب من الخشب الزان بيلاقيه تقيل، لو لقى باب تاني بيلاقيه خفيف بس مش بمتانه الزان. كل مره عماد بيرجع بنفس النتيجه. ومرت الايام وجت عاصفه قويه على اهل القريه كلهم. كل ابواب بيوت اهل القريه صمدت ما عدا الباب بتاع بيت عماد. الباب اتكسر وكل حاجه جوه البيت اتبهدلت. عماد بص لبيته بحسره، وبعدها راح لرمزي قال له: كان معاك حق يا رمزي، انا فعلا كنت بطلب حاجه مستحيله. وقتها رمزي ابتسم وقال له: علاقتك بباب البيت بالظبط زي علاقتك بالناس، مش لازم تلاقي كل المميزات اللي انت عايزها في نفس الشخص، المهم ان انت تتعامل مع كل اللي حواليك بحب ورضا. الخلاصه، محدش بياخد كل حاجه هو عايزها في نفس الوقت، المهم ان انت تقدر تتعايش مع العيب اللي انت قادر تتعامل معاه، وطالما انت قدرت تتعامل معاه يبقى كمان شريك حياتك هيتعامل مع عيوبك، المهم ان انتوا تكونوا راضيين.